أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة كتاب خدها قاعدة. قاعدتنا النهاردة لطيفة جدا، بتتعلق بالحوارات والنقاشات اللي بتحصل معانا، وهي قاعدة قلب السؤال أو اقلب السؤال، ودي من أسرع الإجابات وأنسبها أثناء الحوارات، وخاصة الأسئلة المفاجئة. فالقاعدة بتقول إن لو حد وجه لك سؤال مفاجئ أو حتى غير مفاجئ وانت مش عايز ترد على السؤال، فاقلب السؤال عليه بصيغة المخالفة أو تبتسم وتقوله انت عايز تعرف ليه. القاعدة دي ممكن تناسب البعض وما تناسبش البعض الآخر، لكنها بتساعد بشكل كبير في تقليل التوتر اللي بيحصل للبعض لما يتسأل أسئلة مفاجئة. لو رجعت حواراتك السابقة هتلاقي إن قاعدة قلب السؤال كانت ممكن تريحك كتير. على سبيل المثال، لو حد سألك انت بتقرأ ليه، قوله طب وما اقرأش ليه. وممكن تطبق القاعدة دي لما تقعد تفكر مع نفسك. لما يجي سؤال في ذهنك كده بيقول هو أنا ممكن أكون شخص ناجح وبقدم حاجة وقيمة كبيرة للمجتمع، قول لنفسك ليه لأ، ليه ما تقدرش، ومن بعدها بادر وخليك واثق في ربنا. فكل شخص مننا بيسأل نفسه مين أنا علشان أكون عبقري وناجح وموهوب وخارق، وفي الحقيقة مين أنت علشان ما تكونش الشخص ده. أنت مخلوق مكرم من ربنا، لأنه ما خلقكش علشان تفضل في مكانك ساكت لدرجة إن الناس ما تحسش بوجودك. ومن الحاجات اللطيفة اللي تخص القاعدة دي، لما واحد سأل التاني ليه بتجاوب السؤال بسؤال، فكان جوابه مين قالك كده. وأخيرا راحتك في الكلام وتدريب نفسك على ضبط الألفاظ ودقة الكلمات بيخليك في حالة هادية مع الناس اللي بتتكلم معاهم، ومن خلال الهدوء بتقدر تستخدم القاعدة دي بذكاء. وبس كده، أشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.